في هذه الأعوام الأخيرة ابتداء من 2021 بزاف ديال الناس لاحظوا أنه عدد كبير من السلع والبضائع تزاد الثمن ديالها بطريقة غير عادية، يعني ما بقاوش قادرين يتقداو السلعة دابا بنفس الثمن باش كان 3 سنين هذه قبل. السبب أخي أختي العزيزة هو موضوع الحلقة الثانية ضمن سلسلة مفاهيم مالية، التضخم. شنو هو التضخم وكيفاش هو السبب؟ التضخم أسيدي بكل بساطة هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات في واحد المدة معينة. فمثلا البصل في 2022 وقبل كنتي كتلقاها بين 2 دراهم حتى ل 4 دراهم، لكن في 2023 طلع الثمن ديالها بطريقة غير عادية ووصل حتى ما بين 8 حتى ل 10 دراهم. من بين الأسباب اللي كتؤدي للتضخم كاين التضخم الناتج عن الطلب. هنا كيكونوا الناس تايقين في الأوضاع الاقتصادية ديال البلاد وكيزيدوا من وتيرة الإنفاق، الشيء اللي كيخلي الطلب على مختلف السلع يتزاد، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع بطبيعة الحال. السبب الثاني تضخم التكلفة. هذه كتوقع من الشركات كيلقاو مشكل في إنتاج السلع والترانسبور ديالها، الشيء اللي كيخلي السلعة تقلل في السوق وبالتالي كيتزاد الثمن ديالها. في المغرب مثلا بزاف ديال العوامل سببوا لنا في التضخم، ولعل الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكورونا وكذلك الجبل اللي كنعيشوه دابا، الله يغيثنا يا ربي، هما اللي خلاو الأسعار ترتفع في السنوات الأخيرة. ذكرت روسيا وأوكرانيا علاش؟ حيت هما من أهم الدول المصدرة للقمح، والحرب بيناتهم خلات الإنتاج ينقص بزاف. يعني كاع الدول اللي كتعتمد على القمح الروسي أو الأوكراني ومن بينها المغرب غادي تأثر وتعاني من قلة إمدادات القمح، وبالتالي ارتفاع أسعار القمح والمشتقات ديالو. غير هو هنايا في المغرب تدخلات الدولة ومنعات ارتفاع الثمن ديالو عن طريق دعم المستوردين. ودابا من بعد ما سمعتي هذا الشيء كامل وفهمتي، غتقول لي ملي هذا التضخم في الغالب كتسبب فيه عوامل خارجية اللي ما غنقدرش انا نتحكم فيها، علاش غنصدع راسي انا بهذا الموضوع؟ غنجاوبك. احنا ديجا قلنا ان التضخم هو ارتفاع الاسعار في واحد المده معينه، يعني السلعه كتغلى وهذوك الفلوس اللي في جيبك راه كتنقص القيمه ديالها، راه ما كتبقاش كيف ما هي. فإلا كانت 200 درهم كتقدا بها وكتجيب لك تقديه مزيان اللهم بارك، فراه دابا ما غتجيب لك والو. واخا شنو ندير انا في هذه الحاله؟ الحل صديقي راه شرحته لك في الحلقه اللي فاتت ديال الاصول والخصوم، رجع تفرج الا مازال ما تفرجتيش. المهم الحل هو تجمع وتستثمر في المشاريع وتشري الاراضي والعقارات. غتقول لي او كاع هذا الشيء وبزاف حنا ما تكافينا حتى مع المصاريف اليوميه، الصالير راه كيطير. هيا سيدي هذا الشيء كامل وكثر، ولكن بشرط راه خصك تزين راسك صاحبي، بارك تضيع الفلوس على والو. نحط اهداف على المدى القريب والبعيد ونجاري الصالير ديالي، وراه كلشي كيبدا من الزيرو.